تثير قضية سحب رخص القيادة تلقائيا بعد سن 65 عاما جدلا واسعا في أوروبا، حيث انطلقت نقاشات حادة بشأن حقوق كبار السن واستقلاليتهم. فقد بدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قواعد صارمة تتعلق بهذا الموضوع، مما طرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حرية هذه الفئة العمرية وحياتها اليومية. وفي الوقت الذي تشهد فيه أوروبا شيخوخة متزايدة للسكان، لجأت دول مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا إلى فرض فحوصات صحية منتظمة على السائقين الذين تجاوزوا 65 عاما لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق. على سبيل المثال، في إسبانيا يطلب من السائقين إجراء فحوصات كل 10 سنوات قبل بلوغهم هذا العمر، ولكن بعد تجاوزه تصبح الفحوصات إلزامية كل 5 سنوات، وقد تقل الفترة إلى 2 أو 3 سنوات إذا تم تصنيف السائق على أنه معرض للمخاطر. هذه الفحوصات ليست شكلية، بل تشمل تقييما شاملا للرؤية والسمع وردود الفعل، مما قد يؤدي إلى سحب الرخصة إذا لم يتم اجتيازها. إلى جانب ذلك، يعكس هذا الإجراء قلق السلطات من تزايد عدد كبار السن الذين يقودون السيارات، حيث تظهر الإحصائيات في إسبانيا أن السائقين الذين تجاوزوا 65 عاما يشكلون أكثر من 15% من إجمالي السائقين، وهو رقم يدعو إلى التفكير في إجراءات لضمان سلامة الطرق. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية المسؤولة عن النسبة الأكبر من الحوادث هي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عام، ما يفتح المجال لنقاش أوسع حول جدوى التركيز على كبار السن وحدهم. ومن بين الأفكار المثيرة للجدل اقتراح وضع إشارة اس على سيارات السائقين المسنين، وهي خطوة يعتبرها البعض وسيلة للتنميط والتمييز، بينما يرى آخرون إجراء ضروريا لتحذير مستخدمي الطرق الآخرين. ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول ما إذا كان من الأنسب إعادة هيكلة نظام السلامة المرورية بشكل شامل بدلا من استهداف فئة بعينها. في إطار هذه النقاشات، تسعى المفوضية الأوروبية إلى توحيد القواعد المرتبطة برخص القيادة في جميع دول الاتحاد. ومن بين المقترحات المطروحة إنهاء صلاحية رخص القيادة مدى الحياة المعمول بها في بعض الدول مثل فرنسا. هذا التوجه يهدف إلى ضمان مستوى موحد من السلامة المرورية، لكن يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق قواعد مرنة ترعى الفروقات الفردية بدلا من التعميم. في حين تطبق إسبانيا فحوصات طبية شاملة للسائقين بعد سن 65 كل 5 سنوات، وتفعل إيطاليا وهولندا الشيء نفسه، تظل فرنسا حتى الآن بلا متطلبات إلزامية. هذا التباين في السياسات يعكس تحديات توحيد القواعد على مستوى القارة، ما يجعل القضية موضوعا للجدل.